هبه مرات شيكا وضحت حقيقه الجرح اللي كان في بطنه، ووضحت كل اللي كان بيتقال الفتره اللي فاتت مع المذيعه علا شوشه. وكانت المذيعه بتسالها هو في كام جرح في جسم شيكا. ردت هبه وقالت لها ان الاول كان في جرح بسيط اللي هو بتاع الاستومي، وبعدين لما ابتدى ياخد مضادات حيوي كتير الجرح ابتدى يفتح على بعضه، ولما ابتدى ياخد الكيماوي الجرح ما بقاش يلم اصلا، ولما فكوا الدبابيس بتاعه الجرح فتح على بعضه تاني. المذيعه علا شوشه بقى ردت وقالت لها يعني لو تم قرار او النيابه خدت قرار ان يتم استخراج جسم شيكا، او لو كنا شفنا جسم شيكا قبل ما يموت كنا هنشوف في جسمه كام جرح. ردت هبه وقالت لها هنشوف تحويل المسار بس، وبطنه خلاص ما بقاش فيها حاجه ولا اي جرح. وكان في فيديو مصوره شيكا من قدام العياده، اول فيديو ليه خالص لما كان بيقول ان هو داخل عمليه. سالتها المذيعه هو انت ليه ما طلعتيش معاه في التصوير ده مع انك كنت بتطلعي معاه في كل الحاجات اللي كان بيصورها؟ ردت هبه وقالت لها ان هي كانت معاه. قالت لها لا بس انت ما كنتيش معاه في التصوير، ما ظهرتيش معاه ليه؟ قالت لها لا هي كانت معاه بس هو في الوقت ده كان داخل يغير في الاوضه بتاعه اللبس وطلع صور الفيديو ودخل تاني، وفي الوقت ده هما كانوا منفصلين. سالتها برضو عن الحجاب لانها كانت منزله في نفس اليوم وهي بشعرها وبتقول ان هي هتطلع في الحلقه الساعه 12 وكانت بشعرها، وراحت البرنامج وهي محجبه. فسالتها المذيعه هل هي اتحجبت خلاص؟ قالت لها ايوه والحمد لله، ووضحت ان هي خلاص اتحجبت في الوقت ده. في نهايه الحلقه وضحت المذيعه علا شوشه ان اهل شيكا ليهم الحق ان هم يطلعوا يردوا على الكلام اللي قالته هبه، وليهم كل الاحترام والتقدير. طبعا في تصريحات اكتر من كده بكتير. كده كده هسيب لكم لينك الحلقه عندي في الفيديو لو عايزين تشوفوه، وما تنسوش تقولوا لي برضو انتوا ايه رايكم في الكومنتس الكلام اللي قالته هبه مرات شيكا.